النهارده هنعمل مع بعض مخلل اللفت والجزر. ناس كتير قوي طلبت مني في الكومنتات انزل لهم بطريقه عمل مخلل، فقررت بما ان احنا في موسم اللفت واللفت مالي السوق بكميات كبيره جدا واسعار رخيصه قوي، وكمان الجزر قررت النهارده اعمل معاكم مخلل اللفت بطريقه بسيطه جدا وسهله خالص، واعرفكم ازاي كمان اللفت ما يسودش منكم او ينعم منكم، واعرفكم ازاي تاكلوا منه تاني يوم على طول او كمان في نفس اليوم. بس قبل ما ابدا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاع الفيسبوك. يلا بينا نبدا. مبدئيا كده دول 5 كيلو من اللفت. اهم حاجه تاخدوا بالكم منها وانتوا بتشتروا اللفت، تشتروا الصغيره او الوسط، بلاش الكبيره دي لان الكبيره دي بتبقى شايخه ومن جوه زي الاسفنج، بتبقى بايظه فما تنفعش اصلا تتعمل. بصوا كده، اول حاجه انا شلت العيدان بتاعه اللفت وشلت القشره بتاعته من فوق، ولكن القشره الحمراء دي انا سبتها زي ما هي، وبنقطعه كده طرنشات وبعدين بنقطعه صوابع طويله. واي حته بلاقيها زي الاسفنج او شيخه انا برميها، ما بعملهاش طبعا عشان ما تبوظش المخلل بتاعي. وبالقطعه كده بتاعه المقشره بتاعه البطاطس، وعملته كده بشكل التدريجي. ده الشكل التقليدي اصلا بتاع اللفت، بيخلي شكله تحفه. او صوابع كده طويله زي صوابع البطاطس بالسكينه، ولكن انا بفضل الشكل بالمقشره بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وهنا بقى كنت قطعت الكميه بتاعتي كلها ورجعت لكم تاني طبعا عشان وقت الفيديو. وكمان الجزر قشرته وقطعته صوابع طويله كده، بس عملته بالمقشره بالشكل التدريجي، وعملت كميه اللفت بتاعتي كلها بنفس الطريقه عشان انا شايفه ان الشكل التدريجي ده كده احسن بالمقشره بتاعه البطاطس او باي قطعه عندكم تديكوا الشكل ده. وهنغسل طبعا اللفت بتاعنا كويس قوي حوالي 50 مرة، مش 50 مرة طبعا ولا حاجة، 5-6 مرات بس. ننضفه كويس جدا وبعدين نحطه في مصفى ينزل كل ميته. بعدين بقى نحطه في البرطمان او في الحاجة اللي هنخلل فيها. وده طبعا البنجرايه دي اللون الطعام الصحي، ده اللون الصحي طبعا المضمون الطبيعي. البنجرايه قشرتها وغسلتها كويس جدا، وهقطعها كده 4 قطع. بصوا الطريقة دي احنا معتمدينها من سنين كتير جدا، الطريقة دي اصلا طريقة مامتي معتمداها من سنين كتير قوي وعمرها ما باظت معاها، بتديها نتيجة هايلة. جربوها وعلى ضمانتي. واكيد يعني معظم الناس بتحب اللفت، يعني مين ما بيحبش فينا اللفت مع الجزر جنب طبق فول بالزيت الحار وطعمية سخنة مقرمشة الصبح بقى على الفطار، بتبقى حاجة رهيبة. جربوها على ضمانتي. وكمان ممكن تحطوا معاه قرنبيط، ممكن تحطوا معاه قرنبيط كمان بيبقى رهيب. احفظوا بقى الطريقة دي عندكم علشان رمضان، المخللات بتبقى محبوبة جدا في رمضان. معايا بقى الحلة بتاعتي مليتها مية ورفعتها على نار عالية، ونزلت فيها بكمية الملح بتاعتي. اظبطوا الملح، ما تخلوهوش ولا حادق قوي ولا دلع قوي، يعني انتوا تحطوا الملح وتدوقوا. المية دي انا مش هخليها تغلي، المية خليها تسخن قوي بس ما توصلش لمرحلة الغليان عشان طبعا ما تهريش المخلل بتاعي. المية بتاعتي سخنت قوي، وقلبت اللفت كده مع الجزر مع البنجر في قلب بعض عشان البنجر يوصل تحت وفي النص وفي كل مكان. وضفت عليه المية السخنة بتاعتي. اهم حاجة المية تكون مغطياه من فوق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، على حسب الكمية بتاعتكم. الكمية كتيرة الكمية قليلة، لازم المية تكون مغطية اللفت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كنت بالليل يعني بس عملته بالليل وغطيت عليه، والصبح فتحت عليه على طول وكلنا منه، كان جاهز على الاكل. بصوا تاني يوم بقى فتحت عليه كان باللون الرهيب اللي انتوا شايفينه ده طبعا لون البنجر اداله لون رهيب، وكده كان المخلل بتاعي استوى وجاهز على الاكل على طول. بصوا الجمال. بجد طريقة ممتازة. وهنا كمان بقى كنت حطيته في الاطباق كمان، بان لونه وبان جماله اكتر. بجد رهيب، جربوه على ضمانتي. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو. متنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي.